العالميه لا جازيت الايطاليه، اللي اعلنت خبر بتقول فيه انه في بعض الاحداث بتهدد اقامه كاس العالم للانديه 2025، واللي المفروض يشارك فيه بطل مصر وبطل افريقيا النادي الاهلي اللي متعود ان هو يشرفنا في هذه البطوله، خاصه ان النسخه القادمه هتكون بمشاركه عدد كبير من الفرق، هتكون بتقام من 15 يونيو الى 13 يوليو، من 15 6 الى 13 7 2025 اذا ربنا احيانا وكلنا عمر. ولكن لما تشوف بقى الخبر وفحوى الخبر ومحتواه تلاقي ان الاسباب اللي ذكرتها لاجازات ايه؟ انه تم غلق الباب الخاص بالعروض المقدمه لشراء حقوق البث الفضائي والتلفزيوني الخاص بهذه البطوله، ولم تقدم اي شركه ملف او لم تسحب اي شركه ملف التعاقد الخاص وتقدم عرضها للحصول على حقوق البث الفضائي والتلفزيوني الخاص بهذه البطوله. وان في احجام من الرعاه، وان في بعض المطالبات من اللعيبه والاعتراضات من اللعيبه في الانديه الاوروبيه تحديدا ان ده في اغتيال كروي ليهم، لان البطوله توقيتها بعد نهايه الموسم بره على طول، وبالتالي مش هيلحقوا يريحوا ولا ياخدوا فتره راحه. وعشان كده في بعض المخاوف حوالين اقامه هذه البطوله، ده على حسب وعلى عهده لا جازيت الايطاليه. قناعتي الشخصيه ان الموضوع هيتحل، لان طالما الموضوع داخل فيه بيزنس وداخل فيه فلوس، فالفيفا مش هيعديه كده، هيتصرف وهيتشاف.